وبعدين في حاجات بسيطة قوي، يعني أنا تركات كده لو قلت لك عليها أنت هتتحول لحياتك جنة. أنا عايزاك تشارك الست في مسؤوليات بسيطة جدا. طبعا أنا مش جاي أقول لك ودي وجيب. أنا عارفة إن أنتوا ما أنتوا بتخلفوا العيال والست بتلبس كل حاجة في الآخر، مشاوير وتمارين ومذاكرة ومدارس وميتينجز وليلة كبيرة قوي. الحاجات البسيطة بقى اللي بتحصل خلال اليوم معاكم، قوم يا أخي اعمل لها كوباية شاي. والله يا ريت تجيب حزمة نعناع فريش وانت جاي من الشغل. انت عارف الحاجات البسيطة دي هي اللي بتفرق والله. يعني الحاجات اللي تحسس شريك الحياة معاك ان انت مهم عنده، او ان انت سعادتك او مزاج. انا بحب الشاي بالنعناع، انا بحب القهوة مثلا، فيقوم يعمل لك فنجانين وتشربوا كده مع بعض في الرواقة، تسمعوا شوية مزيكا، تتكلموا مع بعض. الحاجات دي هي اللي بتخلي الحياة تستمر. لو الكلام ده مش موجود احنا عايشين على الهامش، او احنا اموات على قيد الحياة. لو ست ما عندهاش راجل مهتم بيها وبتفاصيلها، عارف هي بتحب ايه، بيحن عليها بأبسط الأشياء. يعني سيب لي الريموت، نفسي تسيب لي الريموت مثلا. حاجات البسيطة والله دي حاجات اللي تحسسها ان هي مهمة عندك، وان مزاجها ده يعني مهم عندك، انت حابب تشوفها مبسوطة. كل الحاجات دي هي اللي بتغير حياتنا، هي اللي بتغير حياتنا. لما انت تعمل ده هي دفنتلي هتعمل ده كمان. لان احنا ستات اغلب من الغلب، يعني طول الوقت انت نفسك تعملي نفسك، بنلاقي حيطة سد. راجل عصبي، راجل لسانه متبري منه، راجل طريقته عنيفة، راجل لا. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين نعيش يا بيبي. والله يعني هي اي انسان طبيعي عايز ينجح في المشروع اللي هو فيه، عايز يستقر، عايز يسكن، عايز يبقى معاه شريك للحياة يعجز معاه. نفسي انا كان اللقطة اللي هي بتاعت الضفيرة، اللي هي 102 سنة قاعدة وهو بيعمل لها الضفيرة وحاجات كده. مفيش بقى، ولا في ضفيرة ولا في حد هيضفرها، مفيش حاجة.